ازيكم؟ اهلا بيكم في تاني حلقة من بودكاست الطريق للنفس. معاكم هبة هندي، لايف كوتش ومدربة توازن نفسي. ايه اللي خلاكم تسمعوا الحلقة النهاردة؟ اكيد في موقف حصل معاكم من قريب او من زمان، وقفتوا فيه نفسكم وسألتوها: انا ليه عملت كده؟ انا ليه انفعلت كده على حاجة تافهة؟ انا ليه بكرر نفس الغلط رغم اني عارفة انه غلط؟ النهاردة هنحاول نفهم مع بعض سر كبير من أسرار النفس البشرية، سر ردود أفعالنا اللي بتفاجئنا أحيانا، وصراعاتنا الداخلية اللي بتاكل في طاقتنا من غير ما نحس. الحلقة دي هتكون زي رحلة في الزمن، هنرجع شوية بسيطة عشان نفهم إزاي الماضي بيشكل حاضرنا، وإزاي نقدر نحرر نفسنا من الأنماط اللي عايشينها من غير ما نختارها. خليني أبدأ بحكاية صغيرة. في يوم من الأيام، ست متجوزة من 5 سنين جات لي في جلسة كوتشنج. كانت دايما بتتخانق مع جوزها على حاجات تافهة، مرة عشان مفتاح العربية، مرة عشان ما بيردش على التليفون بسرعة، وهي نفسها مش فاهمة ليه بتعمل كده. كانت بتقولي: أنا مش عصبية يا هبة، لكن معاه ببقى شخص تاني خالص. ليه؟ معرفش. وده بقى سر حلقتنا النهاردة. في علم النفس في نظرية مشهورة اسمها مثلث الجبل الجليدي. بيقولك إن شخصية الإنسان زي جبل الجليد اللي بنشوفه في المحيط. الجزء اللي فوق المية الظاهر للناس ده هو السلوك، الحاجة اللي بنعملها، زي الست اللي بتتخانق دي بالظبط. لكن الجزء اللي تحت المية وهو الأكبر والأخطر ده هو المشاعر والاحتياجات والجروح والمعتقدات اللي مستخبية جواه. الست دي الخناقة اللي ظاهرة وهو سلوكها سببها مش تأخير جوزها، لأ، السبب الحقيقي كان جوه تحت المية. لما اتكلمنا مع بعض عرفنا إن أبوها كان دايما مش بيوفي بوعوده وهي صغيرة. كان بيوعدها يجيب لها لعبة ويجيبها لها متأخر، كان بيوعدها ياخدها في فسحة ويلغي على آخر دقيقة. هي ما كانتش بتزعل قدامه، كانت بتكتم جوه نفسها، لكن الجرح فضل موجود تحت المية وكبر معاها. وجوزها من غير ما يقصد بقى بيفتح الجرح ده كل ما يتأخر أو ينسى حاجة. هي مش بتزعل عشان التأخير، هي بتزعل عشان الطفلة اللي جواها لسه مستنية حد يوفي بوعده. فهمتوا السر؟ ردود فعلنا مش بتتولد من العدم، هي بتتولد من تاريخ طويل من المشاعر المتراكمة والجروح اللي ما بقيناش ناسينها، بس الجروح لسه عايشة جوانا. طيب، خليني أكلمك عن حاجات بنعيشها كلنا. السيناريو الأولاني، الحاجة للكمال. واحدة دايما عاوزة كل حاجة مثالية، بيتها، شغلها، شكلها، أولادها. ولو حاجة مش مظبوطة بتحس إن الدنيا وقعت وعايشة في ضغط رهيب. تحت المية ممكن تكون بتحاول تثبت إنها كويسة وتستحق الحب. يمكن أهلها ما كانوش بيقدروها إلا لو كانت مثالية، أو كانت دايما بتنتقد، فقررت إنها تبقى أحسن حل عشان محدش ينتقدها تاني. السيناريو التاني، تجنب الصراع. واحدة بتخاف من أي خلاف، لو حد زعل منها بتروح وراه بسرعة حتى لو هي الصح. بتعتذر كتير وبتحاول ترضي الناس عشان الحياة تمشي. تحت المية ممكن تكون الطفلة اللي جواها عايشة في خوف من الهجر. يمكن كانت بتشوف أهلها بيتخانقوا بشكل عنيف، أو حد سابها وهي صغيرة، فقررت لا إراديا إن أي خلاف معناه هيسيبوني، فأنا هرضيهم عشان ما يسيبونيش. طيب، السيناريو التالت هو السيطرة.
واحدة بتحب تتحكم في كل حاجة، ترتيب البيت، تفاصيل الولاد، حتى رأي جوزها. لو حاجة مش هي ماسكة زمام أمورها بإيديها بتتوتر. طيب تحت المية الطفلة اللي جواها حست إن الدنيا فوضى وهي صغيرة. يمكن كان في انفصال أو موت أو مشاكل كبيرة حسستها إنها مش في أمان، فالسيطرة بقت هي وسيلتها إنها تحس بالأمان. طيب كل دي مش عيوب فيكم، دي أنماط بقاء كونتها الطفلة الصغيرة عشان تحمي نفسها. المشكلة إن الطفلة دي كبرت والدنيا اختلفت، لكن النمط لسه شغال. ده بالظبط زي ما يكون واحد لسه لابس هدومه وهو صغير ومستغرب ليه الهدوم دي ضيقة عليه. ودلوقتي عاوزة أعلمك تمرين جميل. ممكن تجيب ورقة وقلم. التمرين ده اسمه العودة بالزمن. الخطوة الأولى هنحدد سلوك بنكرره وبننزعج منه. مثلا بزعل بسرعة لو حد مردش على رسالتي، أو بتعصب لو حد خالفني الرأي، أو بحس بالقلق لو ما عنديش خطة واضحة. الخطوة التانية اسأل نفسك، أول مرة حسيت بالإحساس ده كان إمتى؟ مش أول مرة تعمل السلوك ده، لأ، أول مرة حسيت الإحساس ده بالظبط. أول مرة زعلت لأن حد تجاهلك كان إمتى؟ أول مرة حسيت إن رأيك مش مهم كان إمتى؟ الخطوة التالتة افتكر الموقف بالتفصيل. كنت فين؟ عمرك كان كام سنة؟ مين كان معاك؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه الكلام اللي اتقال يوميها؟ الخطوة الرابعة كلم الطفل ده، الطفل اللي في الماضي اللي اتحط في الموقف ده، اتظلم، اتأذى، خاف. قوله اللي نفسك حد يقولهولك اليومين دول. أنا شايفة، مش ذنبك، مش ناقصك حاجة، أنا معاك دلوقتي ومش هسيبك. التمرين ده مش هيحل كل حاجة في يوم وليلة، لكنه أول خطوة في الوعي، وإنك تفصل بين أنا النهاردة والطفل اللي جوايا، وإنك تبدأ تربي الطفل ده من جديد بحب. الوعي هو أول خطوة. بعد الوعي أعمل إيه؟ أول حاجة تسمي الإحساس، مش أنا تعبان، لأ، أنا حاسس بالرفض، أو أنا حاسس بعدم الأمان. تسمية المشاعر بتقلل قوتها. تاني حاجة افصل بين الماضي والحاضر. الموقف ده بيشبه ايه من ماضيك؟ والفرق ايه؟ الفرق دلوقتي انا كبير وقادر اتصرف بشكل مختلف. تالت حاجة اختار رد فعل جديد. انا مش مجبر اعمل نفس الغلط، انا اقدر اختار. بدل ما هاجم اطلب بهدوء، بدل ما تهرب واجه برفق. رابع حاجة صاحب نفسك. أهم حاجة خليك صديق نفسك مش ناقد لنفسك. قول لنفسك أنا بكرر النمط ده عشان كنت بحاول أحمي نفسي، وشكرا للنمط ده على فترة خدمته ليا، بس دلوقتي أنا قادر أحمي نفسي بشكل أحسن. في الآخر عاوزك تفتكر أنماطك مش مصيرك، ماضيك مش مستقبلك، والجرح ممكن يفضل موجود، لكن تقدر تتعلم تعيش معاه من غير ما يتحكم فيك. الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة بتشغل كل الناس اللي بتشتغل، وهي إني مش لاقي وقت لنفسي، وإزاي أوازن بين الشغل والبيت والراحة النفسية. لو عجبك المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب لي في التعليقات ايه النمط اللي اكتشفته النهاردة. كان معاكم هبة هندي، وكنت معاكم في تاني حلقة من الطريق للنفس.